السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. وصفة سريعة وسهلة من وصفات العيد، الحواوشي البلدي بالعيش البلدي. عيش من الفرن، ازاي نطلعه سواه مظبوط، ازاي اللحمة تستوي جوه، ازاي يكون الرغيف واللقمة طرية وطعم اللحمة فيها خطيرة يا جماعة. وكمان كل التفاصيل هقولها لكم ان شاء الله من خلال الفيديو ده. اول حاجة، اللحمة لازم تكون ملبسة كده ومليانة دهون يعني بنسبة حوالي 25%. تاني حاجة، هنعمل توابل الحواوشي: معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من الثوم البودر، ومعلقة كبيرة من البصل البودر، والمعالق كبيرة وهرمية ومليانة. معلقة بقى كبيرة وممسوحة من البهارات السبعة: قرفة وقرنفل وجنزبيل وجوز الطيب، ومعلقة ممسوحة برضو من الفلفل الأسود. وهقلب الحاجات دي مع بعض، وبعدين هحط عليهم برضو معلقة كبيرة من البابريكا. وعلشان التوابل بتاعتي لما احطها في برطمان ما تكتلش في بعضها كده، هحط عليهم معلقه من الملح. وطبعا هرجع احط ملح تاني عادي على الكفته او سوري، او على الحواوشي او الحاجه اللي بعملها بيها. فرمت بصل ناعم او قطعته صغير. اهم حاجه البصل يكون ما فيهوش ميه، يعني لو هتبشروه ناعم قوي في مكنه فلازم نصفيه وما نضغطش عليه قوي واحنا بنصفيه، يعني احنا مش عايزين بصل متصفي او تفل بصل. وكذلك الطماطم وكذلك الفلفل الاخضر، كل الحاجات دي انا مصفياها، بس مش مصفياها جامد، يعني مش عصراها قوي عشان الحاجه ما تبقاش يعني ما تخليليش الرغيف الحواوشي يعجن، وفي نفس الوقت مش عاوزاها تكون خاليه من العصاره بتاعتها تماما. حطيت بقى معلقتين كبار من خلطه الحواوشي اللي عملناها مع بعض، وعجنت بقى الحاجات دي كلها مع بعض: طماطم وفلفل اخضر. الحواوشي بياخد نسبه بصل كبيره، يعني نص كيلو اللحمه بياخد بصلايه كبيره، يعني كيلو اللحمه ياخد بصلتين كبار، ممكن حوالي 3 فلفلات او فلفلايه كبيره خضره، وطماطمايه واحده بس، طماطمايه كبيره. تمام كده زي ما انتوا شايفين. بقى اهم حاجه والتركه المهمه ان احنا نفرد اللحمه كويس قوي، وما نخليش حته في الرغيف ما فيهاش لحمه، حتى الاطراف. ليه؟ لانه ممكن اثناء التسويه اللحمه تكش شويه، فنلاقي كده ايه، مقدمه الرغيف بقت فاضيه وما فيهاش لحمه. انا بقى ما بدهنش بزيت ولا بزبده، هو ينفع ندهن بزيت او بزبده، انما انا دهنت بليه متسيحه. ده بيدي بقى طعم ونكهه خطيره يا جماعه، خطيره للحواوشي بتاعي. وطبعا ظبطت الملح والتوابل كلها زي ما عملناها مع بعض، وحطيت منها كميه كبيره. طعم التتبيله كان خطير خطير خطير، واحلى من خلطه الحواوشي الجاهزه. نضغط كده عليه زي ما انتم شايفين علشان الجزئين بتوع الرغيف يطبقوا مع بعض، ونديله مسحه كده بزيت او زبده او سمنه، او زي ما قلت لكم ليا، وده بيكون احسن. بحط الصاجه بحطه على الصاجه من تحت، وبعلي الفرن جدا على اعلى درجه حراره، ويدوب 5 دقايق 7 دقايق بالكتير قوي، وبقلبه على الناحيه التانية عشان يكون اتحمر وما اتحرقش من تحت. وكمان اللحمه استوت من الجهه دي، فاسويها من الجهه التانية، وكمان الوش بتاع الرغيف ياخد نفس اللون. بعد ما بيخرج بغطيه حوالي 3 دقايق كده، وبعدين اطلعه بقى على طبق التقديم، هو لسه سخن وجميل كده، وبالهنا والعافيه. جربوا الوصفه واكتبوا لي رايكم في التعليقات. من اسهل الوصفات اللي ممكن نعملها في الصيف في الخروجات، وكمان في العيد لو احنا مشغولين وما عندناش وقت نعمل اصناف من اصناف العيد، فالحواوشي هيسعفنا جدا. الصيف كمان، العيد كمان بقى داخل علينا في الصيف، فمحتاجين ان احنا ما نقفش في المطبخ لمده طويله. يا رب يكون طريقتي في الحواوشي عجبتكم، يا رب اكون قدرت افيدكم من خلال الفيديو ده. الحواوشي طالع خطير جدا يا جماعه، بجد طعمه حلو قوي، وواخد حقه في اللحمه، واخد حقه في السوى، وما بياخدش وقت خالص في عمايله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا لي رايكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، وما تنسوش تعملوا كومنت حلو، وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش فيها. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، كل سنه وانتم طيبين.